حبايب قلبي وحشتوني، تعالوا يلا بينا كده نشوف احنا بنعمل ايه. كده معايا بصل ومعايا جزر ومعايا ورق لوري ومعايا حبايه طماطم، خرطتهم طرنشات كده وحطيتهم في الحله، وحاطه حله كبيره. وتعالوا شوفوا المفاجاه اللي احنا هنعملها. احنا معانا هنا دجاج، ومعايا ربع معلقه قرفه، معايا فلفل اسمر، معايا ملح، معايا السبع بهارات. ليه؟ عشان اظبط الشوربه بتاعتي ديت، هعمل فيها حاجه جميله جدا. تمام. تعالوا بينا ننزل بقى بالتوابل دي في الميه كده. هتقولي لي انت بتحطي الحاجات دي كلها قبل الطيور؟ هقول لك اه. ليه؟ عشان انا عارفه الحاجه بتاعتي هتاخد سوا، فانا الشوربه ديت بالنسبه لي هتبقى الحاجه الجميله. يلا بينا بقى نشوف هنسقط فيها ايه. اجدعها بطايه بلدي عندي، والله العظيم كانت احلى بطايه عندي. تمام. نضفتها كويس وغسلتها غسله نظيفه وخليتها قشطه زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم ده تنظيفي انا، ما بوديش الحاجه بره وبنضفها في البيت. الاول كنت بحبش انضف الطيور، بس بصراحه معايا حماتي الله يبارك لها شجعتني وخلتني ان انا ايه، اعمل الحاجه في البيت وكده. يلا بينا بقى. بصوا ده البيض بتاعها، يعني كانت بادئه بيض بس يلا محصلش نصيب بقى، عملت حادثه. تمام. ودي الانثى بتاعتها والكبده والبيض بتاعها. هنسقط ده كله كده في الميه. تمام. بصوا شطفتها، انا اصلا كنت مخليها قشطه وكنت نقعيها اساسا. بصوا الله اكبر عليها، انا حطيت اكبر حله عندي عشان هي بسم الله ما شاء الله كانت كبيره. وهسلق معاها برضو حاجه تانية، عشان عندي اللي بياكل، في اللي بياكل بط وفي اللي بياكل فراخ. كده نزلت بالكبد والقوانص والبيض بتاعها، سلقته كله مع الشوربه. على فكره شوربتها كانت جميله والله العظيم، ما كان ليها حل. هسلق معاها كده فرخه، برضو تربيه ايدينا برضو الفراخ ديت. بصوا، اصل انا هتقولي لي الفرخه من غير اجنحه، لا انا بحب اشيل الاجنحه، انا دول احنا مربينهم في البيت. تمام. خدت منهم واحده كده وحطيتها بقى مع الميه، هتتسلق بسرعه. فانا قلت ايه، احطها مع البطايه واشيلها لما تستوي هشيلها، عشان معايا البنات في اللي بياكل بط وفي اللي بياكل فراخ. فقلت ايه، عشان حرام ده ما يتظلمش. اهي مره كده وقلت ادلع العيال. تمام كده. معلش انا بغيب عليكم كتير، بس ايه، نفسيا تعبانه والحمد لله يعني. كل اللي يجيبه ربنا حلو. ادينا ماشيين على الدنيا وبنقاوح فيها. بصوا بدأت تغلي معايا البطايه، بصوا الجمال. بصوا البطايه صدرها عامل ازاي. اقسمت بالله لو رحت تجيبيها من السوق مش هتجيبيها بالجمال ده. دي كانت احسن بطايه عندي، وشفت عليها رزق كتير وخير كتير والحمد لله. مش خساره في العيال. بصوا كده تمام اهي. بس رقبتها مرضتش افصل رقبتها، سبتها معاها. بصوا الجمال. بتغلي كده. بصوا الخير اصلا بتاعها، بصوا الدسم مركون على جنب ازاي. تمام كده. بصوا انا كنت عايزه اوريكم الخير. بصوا انا كده شلت الفرخه. بصوا اصلا الخير بتاعها عامل ازاي. انا عارفه الفيديو مش طويل ومرضتش اجري فيه حاجه عشان خاطر نبقى مع بعض. دي الفرخه اللي انا طلعتها. بصوا عامله ازاي، دابت من السوا. بصوا الفرخه والله دابت من السوا حرفيا، كانت هتتهري مني، بس الحمد لله لحقتها. وده البيض والقنصة والكبدة. الكبدة طارت مني وانا نسيتها بصراحة. تمام. شلت كده الفرخة في الفرن. تعالوا بقى اوريكم الجمال بقى. ايه رأيكم؟ يلا خشوا كده وصلوا على النبي كده وقولوا لي ايه رأيكم، وقولي لي ايه الجمال. انا خدت ورك فرخة وورك بطاية، شلتهم للبنوتة عشان كانت في الدرس، كانت بنتي في الدرس وكده. وقلت ايه، عشان على ما تدور وتيجي هتكون الحلاوه دي اتنسفت، فخدت منها ورك عشان ما حدش يقول لي الفرخه ناقصه والبطايه ناقصه. بصوا الجمال. لاول مره يشوف القناه بتاعتنا ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. واهم شيء التعليقات بتاعتكم اللي بتشجعني والكومنتات الجميله. اللايك بقى، اللايك عشان الفيديو ده يوصل للناس كلها، ويعملوا الشوربه يسلقوا فراخ بط بالطريقه ديت. والله العظيم جميله جدا. عملت في الشوربه دي شويه رز حرفيا كانوا جميل. طبعا وانا لازم اعمل شويه رز. والله العيال كانوا عايزيننا نعمل ايه، شويه الرز دول حاجه يعني اصفر، رز اصفر. قلت لهم لا، انا مش مجمعه والله العظيم. انا بعمل لكم الفيديو ده والله العظيم وانا تعبانه بجد. قلت اقلي كده كام قرن فلفل حراق جنبيها. بصوا بقى الجمال على الصينيه، هو كان رز وشوربه وفلفل مقلي. والله العظيم كده حاجه خفيفه. قلت حاجه سريعه جنب ايه، الفرخه والبطايه دول. والله ما كان في دماغي.